السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أكلات من زمن فات، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده جايه لكم بقى، عامله لكم فيديو جديد. النهارده وانا بنظف في الصالون كده، لقيت الايدين بتاعه الصالون، العيال الصغيرين ملحوسينها، وداخله على توسيخ يعني. فانا فكرت كده وقلت ايه قبل ما تتوسخ، طبعا بيبقى غسيلها صعب، فقلت لازم ان انا اشوف لها صرفه بقى. فالنهارده بقى هعمل معاكم مناديل للايدين بتاعه الانتريه. المناديل بتاعه ايدين الانتريه ساعات بنجيب لها مفارش، بتبقى زي الخامات دي كده، زي المفرش ده كده. فطبعا الخامات دي ما بتنفعش، هي بتبقى زينه وشكلها حلو، بس ما بتبقاش عمليه يعني، لا بتشرب العرق ولا بتشرب التوسيخ او التلزيق اللي بيبقى في ايدين الاطفال. فانا جات لي فكره ان انا هعمل المفارش بتاعه الانتريه دي بقماش، يا اما يكون قطن يا اما يكون قطيفه، حاجه تقيله يعني. فلقيت عندي حته قماشه قطيفه كده اهي، زي ما انتم شايفين كده. طبعا حسب اللون بتاع الانتريه اللي عندك. دي حته قماش قطيفه كانت عندي حوالي متر كده، فقطعتها كده، اربع كده على قد الايدين بتاعه الانتريه. تيجي بقى مستطيله معاكي، تيجي مربعه، زي ما تنفع يعني حسب الموجود عندك. طبعا اهم حاجه ان انت تخيطيها من الطروف بتاعتها عشان ما تنسلش ويبقى شكلها وحش. خيطيها بقى اوفر عند الخياطه، خيطيها على ايدك على مكنه حسب الموجود عندك. فانا جبت دلوقتي القماش، القماش اللي عندي ده. انا عندي الانتريه يعني اصفر على زيتي كده، حسب برضو اللون اللي عندك، او حتى مش حسب اللون يعني، اي حاجه موجوده. وعملتها زي ما انتم شايفين كده مناديل. طبعا هي زي ما انتم شايفين كده قماشتها حلوه وتقيله. اولا مش هيبان فيها التوسيخ، وهتشرب العرق اللي بيبقى في ايدين اي حد جاي وبيقعد، ايده ساعات بتبقى عرقانه، فبيحط ايده عليها، فطبعا دي تبقى كويسه. بعد ما عملتها زي ما انتم شايفين كده، قصيتها اربع كده. هعمل ايه بقى؟ طبعا هنحاول ان احنا هنزينها برضو بايه، باي حاجه موجوده عندك حسب الالوان برضو اللي موجوده عندك في الانتريه. فانا مثلا عندي ستان. الستان اللي عندي مثلا، حتى لو هو الوان مش مناسبه قوي، بس هيبقى احسن من ايه، من قلته يعني. فانا هحط دلوقتي على هزين المفرش بتاعي. ممكن بقى بصوا، هي امكانيات وحسب اللي عندك يعني. يعني مثلا لو انت عندك شريط ستان هتحطيه بالشكل ده كده اهو، كده حسب الالوان اللي عندك. ده زي ما انتم شايفين هو زيتي، وده يعني زي البيج كده فاتح برضو ماشي معاه. لو عايزه تحطي مثلا شريط ستان احمر برضو هيمشي، برضو لايق. عايزه تحطي الدانتيل اللي انا كنت موريه لكم. الدانتيل ده حلو جدا على فكره، ورخيص جدا، المتر رخيص يعني. ميزته ان انت بتقطعي منه على حسب ما انت عايزه. يعني هو بيبقى مدهوني زي ما انتم شايفين كده، هو بيتباع العرض ده واعرض كمان. انت بقى بتقطعي منه، عايزه تقطعي منه كده زي ما انا وريتكم قبل كده كده يعني اهو، وتستخدميه كده. عايزه تقطعي منه اتنين مع بعض بيبقى كده، عايزه تقطعيها اتنين ويبقى عريض كده، حسب ما بتستخدميه. وفي منه طبعا كل الالوان. فانت لو عايزه تستخدمي الشرايط دي برضو هتليق اهي كده، هتحطيها على الطرف كده. فكل واحد حسب الامكانيات اللي عنده. انا بالنسبه لي عشان الانتريه بتاعي فيه اصفر وفيه زيتي، فانا هستخدم اللون اللي هو القريب للاصفر ده. طبعا احنا بالنسبه لده مش هينفع ان احنا نلزقه بمسدس الشمع. ليه بقى؟ عشان لما نيجي نغسل المفارش دي الشمع ممكن يطلع. فاحنا المفروض ان احنا هنخيطه زي ما انتم شايفين كده. هخيطه داير ما يدور، وهوريه لكم بعد ما اخيطه. طبعا تخييطه هيبقى سهل جدا، انت مش هتخيطيه من هنا، هتخيطيه من هنا ومن هنا، او هتخيطيه من النص على حسب ما انت تحبي يعني. هعمل الحته دي واوريها لكم برضو عشان الفيديو ما يطولش. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده اهو، دي الحته اللي هتبقى على حرف الكرسي بالشكل ده كده.
هوريكي دلوقتي هنعمل الوردة دي هنعملها ازاي. بصي هتجيبي حتتين ستان زي كده قد بعض اهو، وبعد كده هتعمليهم فيونكتين. دي طلعت صغيرة، هنعملهم فيونكتين. بصي ادي الفيونكة الاولانية. لما باجي اعمل الفيونكة بعملها بالطريقة دي كده، هلضم بس الابرة اهي. لما اجي اعمل الفيونكة بعملها كده اهو. بصي بتطبقي الاتنين على بعض زي ما يكونوا هيبقوا غويشة او خاتم مثلا اهو، وهتاخديهم على ايدك كده وهتروحي مخيطاهم من هنا كده، وتاخديها كمان غرزة كده اهي، وبعد كده تشدي كده اهو، تعمليهم كده عشان يبقوا فيونكة بقى. تاخديهم كده سراجة كده وتطلعي بيهم وتشديها كده اهي. بصوا اهي كده، وبعد كده هاخد الفتلة دي اهي، هخيطها كمان مرة من هنا كده اهي، واشدها من هنا كده اهي. بعد كده هاخد الخيط ده بقى والفه كده كده عشان يبقى ده شكل الفيونكة ده. دي شكل الفيونكة الاولاني. هعمل كمان واحدة، هعمل كمان واحدة عشان نشوف هنعملهم وردة ازاي. احنا عملنا واحدة، هنعمل كمان واحدة عشان نشوف الوردة دي، الوردة اللي انا حطيتها على حرف المفرش دي هتطلع معايا ازاي. ادي واحدة، وهجيب كمان برضو حتة دانتيل هكبرها شوية اهي، حتة ستان. لو انت عايزة تعمليها بدانتيل هتعمليها، عايزة تعمليها بستان اعمليها اللي يعجبك. بس انا عشان الكراسي عندي غامقة فالدانتيل مش هيبقى فاتح، مش هيبقى باين. ادي الوردة التانية اهي، الفيونكة التانية اهي، باخدها كده من تحت وبعدين بكشكشها كده، يعني بخلي الابرة مش مشدودة اهي. بصوا اهي، شايفين المنظر كده، وبعدين اشدها من فوق كده. شايفين لما شدتها واروح ربطاها كده اهي، بقت فيونكة بالشكل ده كده، بقت الفيونكة كده. بعد كده هعمل ايه عشان اخليهم يبقوا وردة كده؟ هحطهم عكس بعض. شايفين حطيتهم ايه عكس بعض اهم. شايفين منظرها اهي، هحطهم عكس بعض بالطريقة دي واخيطهم بقى في بعض. شايفة اهي طريقة عمل الوردة. ممكن بقى احطها على المفرش التاني. انا عملت واحد اهو، فاضل 3 كراسي هعملهم. شايفين جمالهم؟ دي طريقة عمايل الوردة. هوريهولك بقى وهو محطوط على الكرسي. وده كان شكل المفرش بقى. شايفة طبعا هيحافظ على ايد الكرسي من التلحويس والحاجات دي، لان الحاجات دي بيبقى صعب ان هي طبعا تتغسل. شايفة جماله؟ شايفة الوردة بقى اللي انا عملتها دي؟ شايفة الوردة دي